السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بحال ديما معكم أستاذ حسن جبران ومعكم قناة حسن توجيه. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. غبرنا عليكم شوية، ولكن دابا غادي تتبعوا معايا هاد الفيديو هادي حيت واعرة بزاف. في هاد الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على التعويضات العائلية. فلوس الدراري فوقاش غادي تصرف ولمن غادي تصرف، شحال فيها وكيفاش غادي نقدر انني ناخذها. قبل ما نبداو ما تنساش انك دير اشتراك لهذه القناه هذه، ما تنساش كذلك انك دير تفعيل جرس المشاهده باش دائما توصل بالجديد ديال الفيديوهات ديالنا. وإلا عجبك هذا المحتوى هذا عجبك زعما هذا الفيديو هذا، ما تنساش انك دير ليه جيم، وما تنساش كذلك انك تبارطاجي على وسع النطاق باش كلشي يستافد منه. كلكم كتعرفوا بان في التالي ديال 2023 في التالي ديال هذه السنه هذه ان شاء الله غادي يطبق واحد القانون اللي معروف اللي هو 0921 ديال الحمايه الاجتماعيه. فهذا القانون ديال الحمايه الاجتماعيه كاين بزاف ديال البرامج وبزاف ديال الحوايج اللي فيها اللي طبقت وكاين اللي مازال ما طبقت. مثلا كاين اللي طبقت بحال الغاء الرماد، وبطبيعه الحال اننا ولينا كنعوضوها التامين الاجباري على المرض، وكاين اللي مازال ما طبقت بحال التقاعد، بحال التعويض بطبيعه الحال على الشغل، وبحال التعويضات العائليه اللي غنهضروا عليها دابا. اللي خصك تكون متاكد منه 100% بان هاد الفلوس ديال الدراري اولا التعويضات العائليه غادي يستافدوا منها 7 مليون ديال الاطفال في سن التمدرس. نفهموا شنو هي هذه. زعما ان هاد الفلوس ديال الدراري غادي يستافدوا منها الاسر اللي عندهم وليدات الله يسخر فيهم، سواء بنات اولا دراري اللي السن ديالهم في التمدرس زعما خصهم يكونوا قل من 21 عام. قل من 21 عام. ناخذ غير مثال بسيط. مثلا واحد الاسره الله يسخر عندها 3 ديال الوليدات، واحد عنده 24 عام، واحد عنده 17 عام، واحد عنده مثلا 6 سنين. فبالنسبه لهذه الاسره هذه غادي تخلص على 2 ديال الوليدات. اما هذاك اللي عنده 24 عام ما غاديش تخلص عليه، واخا يكون ساكن معكم في الدار. واخا نهضروا على واحد القضيه مهمه بزاف. مثلا كاين شي اسر ما عندهاش الوليدات، وكاين كاع شي وحدين مثلا اللي عندهم وليدات ولكن كبار وكل واحد دارو مثلا. كيفاش زعما هادو ما يستافدوش ولا ما عليهمش حق الله زعما حتى هما ياخذوا شي بركه؟ يا سيدي، حتى هاد الناس هادو اللي ما عندهمش وليدات او وليداتهم فايتين 21 سنه، فالدوله حتى هي فكرت فيهم ودارت لهم واحد التعويض شهري كيتسمى بتعويض الجزافي. هذاك التعويض الشهري غير باش يتعاونوا به على الزمان ويحاربوا شي حاجه سميتها الهشاشه ويرفعوا شويه من القدره الشرائيه ديالهم. دابا انا هنايا شنو درت؟ حاولت انني نشرح لكم اشنو كاين فقط في القانون، يعني اشنو مكتوب. من هنا ان شاء الله حتى التالي ديال العام غادي يطبق هذه المسائل هذو، ولكن اجيو نفصلوا شويه بدقه بدقه باش تفهموا حتى نتوما مزيان شنو خصك دير وشنو اللي خصك ترد ليه البال. كاينين بزاف ديال البرامج ديال الدعم اللي كيستافدوا منها الناس، ومن منها واحد البرنامج معروف ديال دعم الارامل. يعني دوك العائلات اللي مات لهم الرجاله. الدوله وقفات هذا الدعم هذا، وقفت بزاف ديال الانواع ديال الدعم اخرين. علاش؟ باش تشوف فعلا شكون اللي كيستحق وشكون اللي ما كيستحقش. وباش غنعرفوا هذا الشيء فتحات واحد الامكانيه ديال التسجيل في السجل الوطني للسكان وكذلك السجل الاجتماعي الموحد. وراه ديجا درت واحد 2 ديال الحلقات على هاد 2 ديال البرامج اولا 2 ديال السجلات باش حتى انت تفهم اشنو كاين. دخل شوفهم. دابا المشكل اللي كاين انها حنا خدامين في السجل الاجتماعي الموحد وخدامين كذلك في السجل الوطني للسكان، ولكن في نفس الوقت موقفين الدعم بالنسبه لبزاف ديال الناس اللي محتاجينه. واخا وعلاش هذا الشيء كامل؟ سهله، حيت الدوله قالت لك اسيدي غادي نوقفوا كلشي في مره ونجلسوا حتى نسجلوا عباد الله كاملين في هذا السجلين بجوج، عاد من بعد غادي نشوفوا شكون اللي يستاهل شكون اللي ما يستاهلش، وهذاك اللي كيستاهل غادي نجمعوا ليه الدعم كله في واحد. يعني غتبقى تجيك خلصه وحده في الشهر ومريضنا ما عنده واس. ودابا هنا هذا هو الحماق. مرأة ميت لها الراجل وعندها مثلا وليدات وتبارك الله راه عندها بزاف ديال المصاريف، وهذا غادي تسنى هي ان ما كاين لا دعم ديال الارامل لا والو، تسنى فوقاش هما يساليو في السجل الاجتماعي الموحد ويساليو في السجل الوطني للسكان، عاد باش تاخذ هي ديك البركه هذيك الى وصلتها. بحال كما كنقولوا حنايا تسنى الجوع تطيب الخبز. دابا الحكومه عاقت بهذه القضيه هذه وعاقت بهذه الزربقه اللي هي دايره، وبالتالي قررت انها ترد هذا الدعم ديال الارامل، وراه رجع هذا الدعم ديال الارامل وغادي يتعمم على الارامل كاملين باش يستافدوا حتى هما من هنا حتى التالي ديال العام على ما يساليو في هذه التسجيلات ديالهم، باش ديك الساعه غادي يوقف كلشي وغنعاودوا كلشي من الاول. يعني بحال غنعاودوا الفريق من الاول. غادي نقول ضربه نعاود نقولها كذلك بالنسبه للعائلات اللي كانوا كيستافدوا قبل من الدعم ديال الارامل غيبقاو يستافدوا عادي. اما بالنسبه للعائلات اللي ارامل وما كانوش كيستافدوا راه ممكن دابا انهم حتى هما يدخلوا للسجل الاجتماعي الموحد ويعمروا وغادي يستافدوا، سواء عندهم الوليدات او لا ما عندهمش الوليدات. المهم انت ارمله
من حقك انك تستافدي غير عمري باش على الاقل واحد يستافد هاد 3 شهور ولا هاد 4 شهور او هاد 5 شهور اللي بقات على ما يطبق القانون في التالي ديال 2023. الناس اللي كيسولوني على شحال غادي يكون هذا الدعم وشحال ديال الفلوس فيها، راه خصكم غير تعرفوا بان القضيه فيها 6 ديال الدراري فقط، يعني كتاخذ الدعم على 6 ديال الدراري. 3 الدراري الاولى كتاخذ عليهم 300 درهم، 6000 ريال على كل وليد او لا بنيته بطبيعه الحال. اما هذوك الثلاثه الاخرين اللي بقاو فكتاخذ 36 درهم على كل واحد فيهم، يعني 3 الاولى كتاخذ 6000 ريال على كل واحد، وثلاثه التوالى كتاخذ 36 درهم على كل واحد فيهم. ونعطيو مثال باش تفهم. مثلا واحد الاسره الله يسخرها عندها 5 ديال الوليدات او لا 5 ديال البنيتات، يعني 5 ديال الاطفال بصفه عامه. هاد الوليدات هادو 3 الاولى كياخذوا 300 درهم 300 درهم 300 درهم على دوك 3 الاولى، والجوج اللي بقاو من الخمسه غياخذوا 36 درهم 36 درهم، يعني في المجموع غادي تجيهم في الشهر 972 درهم. صافي. غير هو غنأكد على واحد القضيه، هذا الشيء اللي قلت عليه راه خصك دائما يكون طبق الشرط ديال اقل من 21 عام، يعني هاد الخمسه ديال الوليدات او هذوك السته اللي غادي يستافدوا خصو يكونوا اقل من 21 عام، راه الا كانوا اكثر من 21 عام ما يستافدوش. اما الناس اللي ما عندهمش وليدات او الوليدات ديالهم فايتين 21 سنه واللي ما محقهمش يستافدوا من التعويضات العائليه، فالحكومه غادي تصاوب لهم واحد التعويض جزافي شهري، يعني واحد القيمه ماليه غادي يتفقوا عليها بطبيعه الحال في الحكومه، الله اعلم شحال، واش 100000 درهم واش 300 درهم واش 700 درهم، الله اعلم مازال ما اتفقوا، داكشي علاش التعطيل دابا كاين. غادي يتفقوا على هذا التعويض هذا اللي غادي ياخذوا في اطار ما يسمى بالسجل الوطني للسكان وفي السجل الاجتماعي الموحد. هذاك التعويض غيبقى يجيك شهريا وغادي تاخذو. غادي تقول لي هاد الفلوس منين غادي يجيو؟ الاغلبيه ديال الفلوس هادو غادي يجيو من صندوق المقاصه. هذاك الدعم ديال البوطه والدعم ديال الزيت والدعم ديال السكر، هذا الدعم غادي يتحيط، ورانا درت واحد عليه واحد الفيديو كذلك دخل تشوفه في لاشين. وهذاك الدعم اللي ما غيمشيش لهاد المواد الغذائيه فغادي تاخذ انت على شكل تعويض، وماشي بطبيعه الحال كلشي غياخذ التعويض هذا، بما معناه ان في هذا التالي ديال هذا العام يعني 2023 هي غادي نفضيو معها مع شي حاجه سميتها التعويضات العائليه. يعني الحكومه غادي تعرف شكون اللي غادي ياخذ هذه التعويضات العائليه وشكون اللي غادي ياخذ هذا الدعم، يعني داك الدعم الارامل والدعم ديال التيسير وهذه الانواع ديال الدعم الاجتماعي اللي كاينه كلها غادي تجمع في واحد وغتبقى تعطى للناس اللي كيستحقوها. الاخرين كاين لا دعم لهم يحزنون، وغيحبس هذا الشيء كامل في 2023 في التالي ديالو. وعلى ذكر هذه القضيه هذه كناشد الحكومه وكناشد المسؤولين انهم يردوا البال شي شويه لهذاك المعدل اللي كيتعطى في السجل الاجتماعي الموحد، حيت كاينين الناس فعلا كيتشكاو، وكاين الناس مساكن اللي في حالتهمش ما في حالتهمش ومحتاجين بطبيعه الحال الدعم كذلك، وكيتعطاو واحد المعدل شي شويه في شكل. اذا ردوا البال عافاكم، لان كاين شي ناس اللي كيستاهلوا الدعم غير يوصل اللي كيستحق. يعني اللي خصك تعرف هي اللي غادي نساليو بها ماشي الفيديو، غادي نساليو بها هذه المعلومه هذه في 2 جانفير نوفمبر ان شاء الله 2023 غادي يكونوا بداو الخلاص ديال التعويضات العائليه بالنسبه للاسر اللي عندها الوليدات في سن التمدرس، او التعويض الشهري الجزافي بالنسبه للناس اللي ما عندوش وليدات او وليداتهم فايتين 21 سنه وكيستحقوا الدعم. صافي واضحه هذه. ابتداء من 2024 يعني يناير 2024 راك ديك الساعه شي حاجه سميتها التقاعد. هي التقاعد اسيدي، وغادي نشوفوا شكون اللي غادي يستافد منه وشكون اللي ما غاديش يستافد منه. داكشي علاش خصك تتبعنا هنا في هاد لاشين باش مره نعطيوك هاد النقطات اللي غادي يستافدوا وغتستافد منهم انت وغتستفاد الناس وحدين اخرين بطبيعه الحال. اما بطبيعه الحال شي حاجه سميتها التعويضات عن فقدان الشغل، هذوك اللي كيفقدوا الشغل ديالهم في شي شركه او لو الدوله غادي تعوضهم، فهاد الشيء غادي يطرقوا عليه مسمار ان شاء الله، وغادي يجيبوه قد مع كاس افريقيا 2025 يجيبوا داك الشيء لاصق. نتمنى انك استفدتي. ما تنساش هنا لتحت في التعليق كتب لي بطبيعه الحال شي مشكل الى عندك شي حاجه ما فهمتيهاش في هذه المسائل هادو، شي واحد اللي مازال عنده تساؤل من صحاب الرماد كيفاش وهادي وعلاش وهذا، تواصل معايا مباشره بطبيعه الحال. وممكن انك تدخل كذلك الانستغرام، وما تنساش انك دير جيم لهذا الفيديو دير لي جيم باش يطلعوا لك فيديوهات وحدين اخرين بطبيعه الحال. وما تنساش كذلك انك تبارطاجي صيفطوا للناس اللي كتعرف، بارطاجي باش كل واحد بطبيعه الحال انه يستافد. وباش توصل الفيديوهات جداد ان شاء الله دغيا ما تنساش دير اشتراك للقناه ديالنا. ورك دابا على هذاك الاشتراك، وورك كذلك على واحد الجرس راه كيكون تحت منه، ها هو لتحت، باش كذلك توصل بالجديد ديال الفيديوهات ديالنا. كما كنقول ديما كان معكم استاذ حسن جبران، كانت معكم قناه حسن توجيه، وانا ديما هنايا باش نجيب لكم معلومات جداد. تهلاو في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.